السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. كلنا عارفين ان الكنافه من ثوابت الحلويات في شهر رمضان، وفي الكام سنه اللي فاتوا دول الكنافه اتبهدلت قوي يا عيني. ايش بالنوتيلا، وايش بالمانجا، وايش مش عارف باللوتس، وايش مش عارف بايه، ونسينا اصل الكنافه. اصل الكنافه كان بتبقى عباره عن كنافه بالمكسرات او بالسوداني او بجوز الهند، وهي كان في شويه تجويدات كده على خفيف كده، زي مثلا كنافه بالكاستر وكنافه بالقشطه والموز. الكنافة بالقشطة والموز دي واحدة من مفضلات الكنافة بالنسبة لي، وبعشقها جدا. والواحد كان بقاله كتير كده ما كلهاش في زحمة اللي هي الكنافة بالنوتيلا والكنافة باللوتس والكلام ده. فقلت لا، يعني حنيت ليها، فقلت نعملها. فقلت لا نعملها، يبقى نعملها في فيديو ونوري الناس، يمكن في حد كتير ما يعرفهاش. فقولوا لي كده، انتوا بتحبوا الكنافة بالايه؟ وايه اللي تعرفوه عن الكنافة من زمان؟ هل سمعتوا عن الكنافة بالقشطة والموز دي قبل كده، ولا اول مرة تسمعوا عنها؟ وخلنا نبدأ كده. بس قبل ما نبدأ، يا ريت اللايك الجميل، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. وتعالوا نشوف المكونات اللي معانا. طيب ادي المكونات اللي معانا، وهي عبارة عن نص كيلو كنافة، وقطعة قشطة بلدي كده. ممكن تستخدموا اي قشطة، في ناس بتجيب قشطة معلبة، وفي ناس بتجيب او بتعمل القشطة اللي هي الكدابة، بس انا بفضل القشطة بلدي. ممكن ما تشتريهاش، هي غالية شوية، فممكن ما تشتريهاش. ممكن تجمعها من اللبن. اللي بيشتري يعني من اللبن مكان كويس هيعرف يجمع من الوش بتاعه شوية قشطة حلوين. ومعانا نص كوباية سكر، وتلات اربع معالق كده زبده او سمنه زي ما انتوا عايزين، وطبعا موز، صباعين موز. طب اول حاجه هنعملها بقى ان احنا هنبدا نجيب الكنافه بتاعتنا دي، نشيل القشطه شويه كده، ونبدا نقطعها كده. لو هي جايه كده مش متقطعه زي ما هي جايه لي هنا، هنبدا نقطعها حتت صغيره. فهتبقى معانا بالزبده، ونحط شويه سكر عليها بس كده، يعني نرش شويه سكر كده واحنا بنقطع، وشويه زبده. انا بحب الزبده احسن يعني بالنسبه لي شخصيا، بحب الزبده في الحلويات اكتر من السمنه البلدي. بتبقى ريحتها احلى وليها طعم مميز. طبعا السمنه البلدي لا يعلى عليها يعني. فهنديها شويه زبده كده، ونبدا نقطع كده حتت صغيره. واهم حاجه الشربات يكون بارد، فانتوا قبل ما تبداوا الموضوع ده تكونوا عاملين شربات. والشربات انا عملته عباره عن 3 كوبايات سكر مع كوبايه ونص ميه، واسيبهم على النار يغلوا مع بعض. وقبل كده، قبل ما يبدأ او اول ما يبدأ غليان، بنبدأ نحط نص ليمونة او نعصر عصرة نص ليمونة، ونقلبه لغاية ما يتركز، ونسيبه يبرد. وندي سكر تاني، شوية زبدة كمان، طب بعد ما خلصنا تقطيع كده الكنافة وظبطناها، نكون مولعين على الفرن تقريبا درجة حرارة 180 ل 200، ونسيبه شوية كده يكون سخن. ونبدأ بقى نحط الكنافة في الصينية بتاعتنا. فنجيب الصينية بتاعتنا. خلاص انت كده مالكش لازمة، تعالي يا صينية. طيب دي صينية انا مش عارف مقاسها بصراحة، مش عارف بيبقى مكتوب عليها، يعني مكتوب عليها 30. دي صينية 30. تمام، نبدأ ننزل عليها بالزبدة بتاعتنا، ونعمل كده زي ما عملنا في فيديو مكشكشة. اللي ما شافوش هسيبهوله في الاي فوق وفي صندوق الوصف، روح اتفرج. ندهن كويس اوي كده شوية زبدة. طيب الخطوة التانية بقى، هنبدأ نجيب نص الكمية نفرشها في الأرضية كده هنا. يعني تقريبا دي نص الكمية. طيب بعد ما فرشناها في الأرضية، نبدأ بقى ايه، نكبس
الكنافة بايدينا. طبعا يعني ده شغل هواه مش شغل محترفين. طبعا تقريبا حاسس ان هو كده تمام. نبدأ بقى ننزل بالقشطة بتاعتنا. طبعا القشطة البلدي بيبقى ليها يعني طعم كده او مذاق. طب هنفرشها كده واجيلكوا. ده الشكل بعد ما وزعنا القشطة. المهم تعالى نحط بقى ايه الموز. طيب انا مقطع تقريبا 3-4 موزات كده، فهنوزعهم داير ما يدور. وادي الشكل النهائي. طيب كده فاضل اخر خطوة قبل ما تدخل الفرن، احنا نرجع تاني بالكنافة بالنص التاني. بعد ما وزعنا كده الوش، فهنبدأ كده بكبسة خفيفة بحيث نساوي بس الوش. والزبدة تاني ونرشرش كده على الوش. تدي ريحة وطعم ولون. ورجعت لكم تاني بعد ما خرجت الكنافة من الفرن. عايز اقول لكم ان ريحة الزبدة فحفحة الدنيا. المهم الكنافة دي خدت في الفرن تقريبا نص ساعة، وتحت شواية من 5 ل10 دقايق لغاية ما لونت كده، وده شكلها. ده شكلها النهائي، لون ذهبي كده جميل. طيب اول حاجة هنعملها والكنافة سخنة، ننزل عليها كده بشوية شربات كده بسيط. وبعد كده هنجيب طبق التقديم وهنبدأ نقلبها. دي اصعب لقطة تقريبا في الفيديو كله. ان احنا نقلب الكنافة على الطبق. خلينا نقول بسم الله. اوبا. اوبا. طيب ادي الشكل. شكل الكنافة بعد ما اتقلبت. واو. برفان يا جماعة، مش بأوفر والله، بس فعلا الريحة تحفة. طيب ننزل بقى بباقي الشربات عشان نلحقها كده وهي سخنة. بعد بيقولك ليه بقى الشربات يتحط بارد على الكنافة وهي سخنة كده، عشان تفضل مقرمشة. طب بعد كده ما رشينا الشربات او السيرب ده، بنسيبها كده 5 دقايق تتشرب. بعدين بنبدأ نقطعها وندوق. كنت بقطع وبعمل وكل ده فاكر ان الكاميرا بتصور، وللأسف لسه مكتشف بعد ما قطعت ان الكاميرا مش شغالة. فتعالوا نجيب بقى الطبق بتاعنا والشوكة وندوق. طيب تعالوا ندوق بقى. بسم الله. كنافة كده من بره مقرمشة ومن جوه طرية. طعم الزبدة طبعا واضح، طعم القشطة مع الموز عامل ميكس تحفة. على فكرة مش تقيلة قوي يعني زي ما ممكن يكون حد متخيل يعني، بس هي لا مش تقيلة، بس لذيذة جدا جدا جدا. وبس كده
ده كان فيديو النهارده، فيديو كده لذيذ طعم. فلو عجبكم الفيديو يا ريت اللايك الجميل، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات اللي جايه. واسيب لكم في صندوق الوصف لينك صفحه الفيسبوك ممكن تعملوا فولو عليها، واكونت الانستجرام ممكن تعملوا له فولو. وشكرا ليكم، سلام.